حبايبي حبايب طمطومة، دي وصفتي ليكم النهاردة: مكمورة الملفوف. أحلى أكلة، رخيصة وموفرة وجميلة. وشوفوا الرز بيلمع ازاي، تحفة. وإن شاء الله أكلتي تعجبكم، لأنها أكلة موفرة وفي نفس الوقت أكلة جميلة ولذيذة وهيحبها أولادنا. ومكمورة الملفوف من الأكلات اللي تعتبر اقتصادية وسهلة وسريعة ومبتاخدش وقت. ويلا بينا بقى على المقادير والطريقة. يلا بينا حبايبي حبايب طمطومة. النهاردة إن شاء الله هعمل لكم الوصفة دي، وصفة حلوة وسهلة واقتصادية بنص كرومباية. ده كرومب بالسلطة، وتنفع برضو بالكرومب العادي اللي احنا بنحشيه. وهنعوز بصلاية كبيرة كده متقطعة، وتوابل فلفل وكمون وبابريكا وكزبرة، وحوالي 5 فصوص توم متقطعين صغير، ونص ربطة كزبرة متقطعة. الأكلة دي حلوة قوي وموفرة وجميلة. أول حاجة هنبتدي إن احنا نقطع الكرومبة أو نص الكرومبة بالشكل ده، نقطعها كده بالطول، وبعدين نقطعها لطرنشات أو مربعات صغيرة بالشكل ده. طبعا بعد ما قطعنا الكرنب هناخده ونغسله كويس جدا ونصفيه من المية كويس جدا. ونروح بقى على البوتاجاز عشان نكمل الوصفة بتاعتنا. بس قبل ما نروح على البوتاجاز، يلا انزلي بقى اعملي لي لايك. جبنا حلة على البوتاجاز وحطينا فيها شوية زيت، وهنحط كمان معلقة سمنة أو زبدة المتاح عندك حطيه. طبعا بعد ما السمنة بتاعتنا هي نساحت، هننزل بالبصلاية بتاعتنا اهو. نزلنا بالبصلة. طبعا انا مش محتاجة ان انا احمر البصلة، انا بس هقلب البصلة لغاية اما ريحتها تطلع كده ونشمها ولونها يكرمل. طبعا حبايبي كده بعد ما البصلة ريحتها طلعت وبقت كراميلا كراميل. هنحط بقى الكرنب بتاعنا وننزل بيه، نشوحه بقى كده مع البصلة ونقلبه 5 دقايق لغاية اما نلاقي ان الكرنب كده ابتدى هنغطيه ونسيبه كده 5 دقايق لغاية اما ينزل كده او يرخى زي ما بقول. ورجعت تاني اهو بعد ما الكرنب هبط. بنقلبه تاني وبعدين نضيف له الثوم. وطبعا انا بضيف له الثوم دلوقتي ليه؟ علشان خاطر يعمل يبقى ريحته قوية، ما ضفتوش مع البصل. وهنضيف التوابل بتاعتنا، وهنقلب الكرنب بتاعنا مع التوابل والثوم والبصل. وبعد كده هنغطيه وهنسيبه برضو 5 دقايق كمان عشان الكرنب يستوي نص سوا كده 5 دقايق. هنغطي بقى الكرنب وهنسيبه اهو، نقلبه تقليبه. بعد كده حبايبي، بعد ما الكرنب اهو استوى شويه، هنبتدي بقى ان احنا ننزل عليه بالرز بتاعنا. انا طبعا عامله ده حوالي كيلو رز بالنسبه لي، وكميه الرز مع حسب افراد اسرتك. انا حطيت كيلو رز اهو. وطبعا زي ما احنا عارفين كوبايه الرز المصري ليها كوبايه ميه، بس هنا ممكن تقللي المية شوية، يعني تبقى كوباية مش مليانة قوي، على اساس ان الكرنب برضو بينزل مية فيبقى مظبوط معاكي. طبعا هنحط للمكمورة بتاعتنا الملح، وبرضو الملح ده تبع ذوقك. وهنقلب بقى الرز بتاعنا مع الملح.
هنقلبه كده كويس قوي مع الملح، وبعدين هنبتدي ان احنا بقى نضيف له المية بتاعتنا. طبعا لو في مرقة او شوربة فراخ او لحمة تبقى حلوة قوي، ولو عندك مرقة خضار او لحمة حطي مكعب، هيدي طعامة وجمال كده المكمورة الملفوف بتاعتنا. وبعد ما نظبط المية بتاعته هنغطيه وهنسيبه بقى لما يشرب المية. بعد كده هنهدي عليه النار ونسيبه لغاية اما يكمل السوا بتاعه. هنغطيه وهنسيبه لغاية اما يكمل السوا وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا حبايبي. طبعا بعد ما المكمورة الملفوف بتاعنا استوت والرز استوى وبقى جميل ومفلفل وجميل قوي، وهنبتدي نحط عليه بقى شوية كزبرة خضرة كده في الاخر يا دوبك. احنا هنحط عليه شوية الكزبرة ونقلبه وهنطفي عليه النار وهنسيبه بقى. وهنعمل احلى تومية زي بتاعة المطاعم هنقدمها معاه. جبنا حلة حطينا فيها كوباية مية وهنحط فيها معلقة ونص نشا، وهنقلب النشا بتاعتنا على البارد، ده كله على البارد لغاية اما النشا تدوب خالص. اول ما النشا تدوب معانا على البارد هنبتدي نولع البوتاجاز بتاعنا بقى علشان نسوي التومية بتاعتنا. تومية مش مكلفة خالص خالص خالص، يا دوبك بكوباية زبادي. نفضل نقلب بقى على نار هادية يعني متوسطة، نفضل نقلب لغاية اما لون النشا يوصل للون الشفاف علشان تبقى استوت. اول ما النشا نحس ان لونها بقى شفاف بالشكل ده اهو، ولسه هتشف كمان شوية، نعرف ان هي استوت. فطعم النشا نفسه بيروح من الاكلة بتاعتنا اهو. هنقلبها كمان تقلبتين لغاية اما اللون يشف وهنلاقيه بقى جميل كده وشفاف خالص. يا ريت يا حبايبي اللي لسه معايا في الفيديو ما ينسانيش بلايك وشير، واللي مش مشترك يشترك، والناس تكتب لي كومنت حلو. والف شكر على الكومنتات بتاعتكم وعلى لايكاتكم اهو. كده هي خلاص استوت وبقت زي الفل. بصوا لونها بقى شفاف خالص ازاي. طفيت عليها وهنسيبها لما تبرد خالص ونروح نكمل التومية بتاعتنا. جبنا شفشق الخلاط حطينا فيها النشا بعد ما بردت، وهبتدي احط عليها كوباية الزبادي بتاعتنا، ويا ريت تكون زبادي بلدي عشان تديلها طعم جميل. هي كوباية زبادي واحدة بس هتعمل لنا كمية تومية حلوة قوي. وهنحط كمان حوالي 5-6 فصوص توم اهو. وهنحط الملح بتاعنا، وكمان هنحط حوالي معلقتين خل. وطبعا الملح والخل تبع ما انتي عايزة او تبع ذوقك. هنبتدي نقفل الخلاط بتاعنا ونضرب التومية بتاعتنا ضرب متقطع علشان خاطر الخلاط ما يتحرقش مننا. هنقلبها، نفتح ونقلبها وننزل اي نشا موجودة في الجوانب، وهنقفل عليها تاني ونبتدي نضربها تاني ضرب برضو متقطع لغاية اما نلاقيها كلها اختلطت وبقت جميلة وقوامها تحفة. هوريهولكوا دلوقتي اهو قوامها. بصوا بقت بيضة كلها وجميلة وقوامها كريمي وتقيلة وجميلة وطعمها طبعا تحفة تحفة. بأقل التكاليف عملنا احلى تومية. هنفضي بقى التومية دلوقتي قدامكم في الطبق وهوريها لكم شكلها ايه اهي. بصوا يا جماعة تحفة، تومية المحلات اللي عاملة زي الكريمة بأسهل طريقة وبأقل إمكانيات. جربوها حلوة قوي قوي وهتعجبكم. كده احنا عملنا التومية وهنقدمها جنب الأكلة بتاعتنا.
وادي الأكلة بتاعتنا اهو. بعد ما المكمورة بتاعتنا استوت غرفناها. فيك ان انت تقدميها كده وحواليها التومية زي ما انا حطاها في الطبق، وشوية شطة على وشها كده حسب الرغبة يعني. فيك ان انت تقدميها معاها بطاطس وبيض مسلوق بدحرج. ودي كانت وصفتي ليكم النهاردة، يا رب تنور رضاكم وتعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة من وصفات طمطومة. مع السلامة.